قول يلا. يا جماعة لو سمحتوا اعملوا لنا لايك وسبسكرايب. سبسكرايب فارق معايا جدا عشان ده مجنون اتجنن خالص، ده جالي لحد هنا. فاعملوا لنا لايك وسبسكرايب ونوتيفيكيشن بل وشير وكومنتس، اعملوا كل حاجة ابتسم. عشان صبح يا مش افندي. صبح يا استاذ. مش ايه ده انا اللي مش يا دي النيل. بدايتها كده. الله ينور. ميرسي. اتيكا التاني تيك 2 تيك 3. صبح يا استاذ. انا افندي هتقول حاجة مفيدة النهارده؟ اكيد. هي انت واثق من نفسك قوي يعني؟ انت عمرك ما بتقول حاجة تافهة او مش مفيدة؟ لغتنا العربية يسر لا عسر. عسر ايه؟ عصر عليك ليمونة بيت. صبح يا مش افندي. صبح يا استاذ سام. بص بقى يا سيدي الفاضل، دخلت ابحث في موضوع الجندرية. مالك؟ عن ليه بقى مواضيع التقيلة دي؟ كلمة جندرية دي كلمة معربة. طبعا. فهي جاية من اللغة الإنجليزية من كلمة جندر. هي جندر دي أصلا لما تيجي تسأل الناس هيبتدوا بقى يقول لك إن ده تكوين اجتماعي اللي بيخلي إن أنت بقى شايف نفسك راجل، ولا شايف نفسك ست، ولا شايف نفسك دولفين. ده يعني ايه؟ هو مش الجندر ده يعني اللي هو ذكر ولا انثى؟ مش ده النوع؟ انت راجل عايش في كاليفورنيا وعارف دلوقتي ان بقى فيه على الاقل عارف. 32 واحد. ما انا عارف ومش مقتنع، بس ما هو فيش حد فينا مقتنع. فهو الجندر ده اللي احنا فاهمينه ان هو نوعك، يا ذكر يا انثى. جميل. صح. ده اتعلمناه كلنا. جميل. بس كلمة جندر دي اللي هي دلوقتي بتستخدم في نطاق معين خرج بره الصندوق بتاع الذكر والأنثى. ايوه، هي اصل كلمة جندر يعني ايه؟ ايوه هو ده بقى تفسير الكلمة ايه؟ ايوه دي كلمة اصلها لاتيني. حلو قوي. جاية من جينس. يعني ايه؟ جاية من ايه؟ جينس. ايوه. ده اللي هو بيطلع من بتاع علاء الدين من المصباح ولا ايه؟ لا. ده الجينس ده اللي هو الجني يعني؟ ايه يا ديزني في ايه؟ ايه الجينس دي؟ عايزين نرتفع بالحوار. ما برتفعش ونرتقي انا ما برتقيش. ارتقي انت لوحدك، انا مش هرتقي. طيب. ايوه، جينس دي بقى باللاتيني يعني ايه؟ النوع اللي هي زي بالعربي. يعني انا صح. بس لحظة بقى. بس هي الاساس بتاعها متعلق بالكلمات، لان في لغات زي الفرنساوي الإيطالياني والألماني انت عندك كل الناونز يا اما ذكر يا اما انثى يا اما في الألماني نيوترال. ايه ده؟ انا اول مرة اسمع المعلومة ده. في نيوترال في الألماني. في الألماني محايد ده. بس دي ملهاش علاقة بجنس البني آدمين. دي أيوة علاقة محايد دي معناها على الأشياء يعني بالظبط. على الأشياء. ده زي في اللغة العربية. طب ما انت عندك برضه يا ذكر يا أنثى يا شيء. اسم الله عليك. وفي الإنجليزي بيبقى ذكر وأنثى وإت في إت. اسم الله عليك. حاجة. أيوة. ده حاجة. امتى الكلمة دي ابتدت تخرج من المنطلق بتاع اللغة وابتدت تدخل في الايدنتي او في التكوين الجنسي بتاع الشخص، في الهوية الجنسية. شوف بقى برضو الأفندية برضو بيفرق. العالم بيفرق. عامل لي انت بس خواجة انت لازم تشرح للناس ببساطة وتكلموا وانت بتكلمهم بالعربي، وتقعدش تقول لهم كل حاجة بالانجليزي، مصطلحات انجليزي، هيقفل ويمشي. ما انت المترجم بتاعي بقى زي انا جاي ترجمان. كلمة جندر دي هي بقى في حوار قفش فيها. ايوه، في حوار اجتماعي سياسي، حرب ما بين اليمين وما بين اليسار عن فكرة الجندر، وتم تعريبها باسمها الجندرية باللغة العربية. اسم سخيف جدا جدا. اسم غريب، وتحس انه حاجة ليها علاقة بمرض جلدي او مرض صدري. صدرك ليه؟
مش عارف، حاسس كده ماشي، يعني في الرئة. ما علينا. وفي هو جندريزم. مرض، او تحس انه مرض. الجندريزم ده بقى هو التفكير الكلاسيكي القديم اللي بيحدد او بيلمت. ان بيلمت دي هو بالعربي يبقوا ايه؟ ذكر وانثى. ان هو ذكر وانثى بيحدد بس. بيحدد اقول بيحدد. لك ده بس التفكير بتاع زمان ده، الحاجات الدقة القديمة. بقينا دقة قديمة يا معلم. جدا جدا. استحضرني موقف وانا عندكم في استحضرني بذمة أهلك. استحضرك. والله العظيم أنت قاعد في محاضرة. استحضرني موقف لا، ما مش افندم. تأفورش ما تأفورش بقى. ما انا تستحضرني دي اسف، مش انا اسف. هعديها. لا 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 لا، انا هتراجع نفسك وهتقول لي أي دخلة تانية غيرها. احنا هنكمل كل ده موجود معانا، بس اه مش هفوت استحضرني دي. افتكرت، جه على بالي، تهيألي، أي حاجة من دول تمشي. جه على بالي موقف وانا في امريكا، في أيوه. السوبر ماركو، إيه بقى اللي حصل؟ دخلت سوبر ماركو اسمه كروجر. فدخلنا السوبر ماركو انا ومراتي، مش اشترينا كام حاجة، ورايحين في الكاشير بقى هندفع. وكان في الشخص اللي مسؤول عن الكاشير في هذا المكان، فكان أنثوي الشكل، اوكي. بس مش حالق دقنها أو دقنه. ايوه هي دي اللخبطه بنت في الكلب كده مش الجزمه. يعني. ايوه، في فأنت لخفنه كده. فأنت مش فاهم أنت بتتعامل مع إيه. وهو دي اكتر حاجه بتربني وعندي مشكله معاها. كمل. فبعد كده هو قاعد أنا ومراتي وحماتي. أنا مش بغصب عني، بس أنت هتحتاج ترجم لأن ده الحوار ده حصل بالإنجليزي. ماشي. بسأل حماتي ومراتي قاعدة، فبقول لها كان في واحنا مش عارف ايه الكاشير معرفش ايه بتاع الحكاية الرواية. قالت لي اوكي. فبقول لها وات از ات. ايوه صح، ده سؤال وجيه، ده سؤال مظبوط. وات از ات؟ ايه هي دي؟ اه الحاجه دي كانت ايه؟ لقيت حماتي بتقول لي ات. ايوه يا ايوه يا حاجة، في ست. ايه؟ ايوه، وات از ات؟ ايه هي دي؟ فبعد كده بتقول لي اتس ا بيرسون، ده شخص. ات لا يستخدم مع الانسان، مع الانسان. ده يستخدم مع الاشياء. اشياء. انت مش بتسخر، انت وظفت الكلمه في مكانها. احنا كده علمونا في الانجليزي ان البيبي لما يبقاش لسه باين عليه هو ولد ولا بنت بيتقال عليه ات. ات. ده حقيقي عند فانا مش الانجليز كده عارف اللي والامريكان. قدامي ده ذكر ولا انثى، فبقول ات. طلع ان انا كنت غلطان، مش طبعا غلطان، لان هتقول لك بقى لا، ما هو ده بني ادم، فده تقول له بقى اللي هم الحاجات اللي هم they و them و اه him he وزي و وفاي she وزي وفاي وزي وزو وده هبل في وعبط بقى كتير، لانه دي افوره. اكتر حاجه بتجنني اللي هو الجندر فلويد، مم. اللي هو انا مش عارف لها حتى ترجمه بالعربي. انا عطلان. انا هقولها هوية مطاطية. لان هو يعني انا مش فاهم الجندر فلويد ده سائل هتشربه تبقى ست، تشربه تبقى راجل حسب لا المزاج، ولا بيتحرك بقى ايه؟ كده الفلويد ده. فلويد كده. يدخل يعني فاهم، جندر فلويد بقى. انا فلويد كده معنى يعني زي تطلب زي ما تطلب. ايه الفلويدتي الجميله دي؟ ايه اه العظمه دي؟ اعتقد ان هم نفسهم مش فاهمين نفسهم. اه هم راكبين موجة، معرفش بقى عندهم كم مشاكل في طفولتهم، مشاكل في مراهقتهم، مشاكل في ايه، معرفش، حاجات تداعيات لحاجات تانية، فلقوا السكة دي هتخليهم يخبطوا كده في وش العالم وايه ويستفزوه. وكل ده اللي احنا بنتكلم فيه دي كلها قصص ومشاكل وحاجات بتاعت عالم اول. احنا لا في مصر جندرية ولا لا بطيخ في ولا في وبيجهروا بيها. ما اعتقدش. بيجاهروا بيها بين بعضيهم بقى، مش بين بعضيهم بقى. لا بس ما انت ما تقوليش برضو في جندرية في مصر. يعني انت هتلاقي واحد لابس جزمة بكعب أيوة، وفستان بس وسايب دقنه طويلة. هو الحاله دي بتاعت هذا الكائن اللي كان في السوبر ماركت. انت لسه ما تعرفش ايه الهويه الجنسيه بتاعته.
اصلا اساسا انت انت بس عرفت جندريته انت بس ما شايف عرفتش. لخبطه مم. خارجيه. بالظبط. فده في جوه في مقلب زباله، انت ما اكيد. تعرفش ايه اللي جوه. بحثت سريعا ايوه. وتكلمت مع بعض من الاشخاص اعدل. واتكلمت مع شويه ناس. ايوه. وعرفت ان الموضوع ده ان الموضوع ده موجود في مصر. فكره المجاهره بالهويه الملعبكه دي فكره انا بالنسبه لي طالعه من ثقافه فرديه سامه. في شخص انثى تتمالك كل المتطلبات بتاعت الانثى. تمتلك مش تمتلك. تتمالك دي يعني زي انت مالك كده. انثى تمتلك. تمتلك اتفضل. حبيبي. في اتفضل. انثى تمتلك كل المواصفات بتاعت الانثى، بس هي قالت لا، انا الهويه بتاعتي راجل اوكي. مثلي. راجل ومثلي. اه. يعني هي ست وقالت لك لا انا هقلب انا راجل هويتي مثلي. ابقى راجل، بس انا راجل بسكليت كمان مش راجل اه. عادي. بس انت لو فكرت فيها ده معناه ان هي ست هي ست بتحب وعايزة الرجاله. اه لا هي ست بتحب لا مؤاخذة من الباك دور. مش لا. بتحب الرجالة. اه. برضو انت مخك في مقلب زباله انت كمان مش طبعا ما انا حبيبي. احبهم قوي الناس دي، انا احبهم لان انا بحب افهم انت. لا هي مدام ست وبتقول لك لا ده انا راجل، بس انا راجل مثلي، امم. يبقى انت بتحبي اه. بس كده. بس في الاخر هتبقي مع رجاله، يعني مش هتبقي ايوه مع في الاخر هتبقى ايه بس هي اللفه، ايه اللفه بنت الكلب الطويله قوي دي؟ لا فضا. انا ده فضا و... وتفاهه. وعلى الاقل التاني بتاع السوبر ماركت ده على الاقل ده يعني في لخبطه خارجيه، فلما تشوف لخبطه داخليه تبقى فاهم. انما انت لا، انت ست عادي جدا. بس انا حاسس ان هم على طول بيعلوا على بعض ما هي عشان موضه بقى، هو عشان هيصه موضة، موضه فكل واحد ما بيعلي على التاني. فبعد كده بتقابل بقى الأستاذة ديت اللي هو طب أنا مش عارف أنا أعمل لك إيه. يعني الاستاذه دي تجنن على فكره، الاستاذه يعني اللي انا هي اسم حضرتك ست بالنسبة لي أنثى يعني، وأنثى جميلة كمان، مش ومكتمله الانوثه مكتملة الأنوثة خلاص. إنما أنت بقى عندك كل الحاجات دي. دي الحرب الشخصية بتاعتك، دي الجنة والنار بتاعتك مش بتوعي أنا، ماليش دعوة بيهم. ايوه انا ماليش دعوه بيهم، هو ده بقى دايما اللي انا بتكلم فيه، ان انت كده بقى ايه، انت كده انت بتضرني انا من غير ما تبقى واخد بالك، او واخد بالك وعامل عبيط، فده برضو طب ما انت كده بتيجي على حريتي. انا بقى عايز انط من الجندرية بس عشان ايه ندخل في برضو في مستنقع تاني برضو يلخبط في التحولية. ايه بقى؟ لان انا حصل حوار مرة ما كانش فيه حد متحول في القعدة، تمام. بس بيتكلموا عن التحولية. فانا رحت انا ليه اذنبت لا لا، تتكلموا عن اسمع. التحولية ليه؟ ده مشكلة اجتماعية مجتمعية ليه بتحصل بقى لازم تفتحوا نتكلم فيها. المواضيع دي؟ ما لازم هيبقى فيها بواخر، عشان اتفضل. فأنا أجرمت ايوه. وأذنبت ايوه. واتنيلت على عيني وقلت إن ده شكل من أشكال المثلية. طب هو التحولية دي مش شكل من اشكال المثلية؟ لا هو تصدق لا. إزاي وإزاي ده أنا خدت في جنابي. لا بس أنا ما سكتش. عملت ايه؟ قلت له طب أنا عايز أسأل سؤال بس. الحكاية دي كلها مش دي مرتبطة بالتطور الطبي اللي ادانا المقدرة إن إحنا ناخد ست نقلبها راجل ونقيفها والراجل راجل نقلبه ست، والراجل ايوه. نقيفه ونخليه ست؟ ايوه. فلقيتهم سكتوا كده. بقالنا 50 سنة بنعمل الموضوع ده. قبل كده ده كان ايه؟ ايوه بالظبط. كان ايه؟ مفيش هتلاقي اجابة. مفيش. بعد كده دخلوا على المنظمة البريطانية للمتحولين الجنسيين وقال لك ان 80% من المتحولين جنسيين الهوية الجنسية بتاعتهم هي باي. ايه؟
ثانية ايه التاني؟ الأغلبية من المتحولين الجنسيين اصلا بقى الهويه الجنسيه بتاعتهم باي، اللي هو رايح راجع من بين ده على ده. الاثنين، من ده على ده. كوليشن كان. كلش كان نهار اسود على العبث. انت ابتديت تحس انه انت في مثليه وفي تحوليه وفي جندريه، وكل واحده من دول فيها انقسامات، صح؟ اللي شويه الامثله اللي اتكلمنا عليهم. فانت لو بقى واحد دلوقتي عايز يلم الدور، طب ما يا جماعه ترجعوا نرجع بقى احنا ذكر وانتايه، وفي شويه رجاله مثليين وفي شويه ستات مثليين، ونقفل الحكايه على كده، وهو ده نوع من انواع الناس اللي موجوده على الكوكب وخلاص. ما هو انت الحاجه الوحيده اللي قادر تتفهمها دلوقتي انه يبقى قدامك حد يقول لك انا مثلي، فخلاص فهمت ان هو ده راجل ليه في الرجاله ودي ست ليها في الستات وخلاص، وما بيحبوش الجنس الاخر زي طبيعه البشريه العاديه. فانا دلوقتي ابتديت احس طب ما تيجوا نقف هنا بقى يا جماعه وخلاص كده، عشان نبقى على الاقل فاهمين كل حاجه. ما لازم بقى تعبر عن اه الفرديه بتاعتك ايوه، ازاي، فرديتي دي تعمل ازاي؟ تطلعها بالظبط كده. فين بقى. فهتفضل بقى توسع توسع دي لحد ما تتوه خالص ونرجع اميبا، نرجع كلنا اميبا تاني. احادي الخليه. احادي الخليه ونرجع كلنا اميبا. وصبح صبح يا برنس. وصبح صبح.